عزيمة أسود الشمال من دلتا الشمال إلى قمة الحدود تتجدد الحكاية، حيث لا مجال لفقدان النقاط مبكرا. زاخو يدخل اللقاء بسلاح الأرض والجمهور، بينما يسعى غازي الشمال الوافد الجديد لقلب التوقعات وفرض كلمته بإطار تكتيكي مميز وتحقيق المفاجأة وإثبات الذات. الكرة في الميدان والتجلي الحقيقي يبدأ الآن، صراع المتعة والإثارة كما نتمنى في لقاء يجمع زاخو وضيفه غاز الشمال. أيضا الآن نذهب لتشكيلة الفريقين أصحاب الأرض والجمهور. زاخو باللون الأحمر بحراسة المرمى عماد محسن بالرقم 28، على اليمين مصطفى سعدون 17، على الشمال إيدلسوم إيكينو أورينيو بالرقم 3، شيفان جميل بالرقم 4، محمد غالب بالرقم 2، في الارتكاز هارون أحمد 10، وإليو آدم 26، وأمجد عطوان 14. على اليمين إيفان إيهيم بيسيبوي بالرقم 20، على الشمال سيفو بريسفال ميبولي بالرقم 23، وبالمقدم الشيرزود تيميروف هداف الموسم الماضي بالرقم 9. أما أسود الشمال غازي الشمال مؤلف من علي كاظم قطفان بحراسة المرمى بالرقم 1، على اليمين مجتبى علي 5، ريباز رحيم 17، بيسمارك سانشيز 3، عبد المهيمن عبد الله 66، وسط الملعب علي ميرك 14، سوالي أوتارا 24، وعبد الرحمن محمد على اليمين، شيروان كريستان على كردستان 7 على اليسار، ورضا فاضل بالرقم 10، وجوزيف إيسو بالرقم 82. ننتظر انطلاق صافرة حكم اللقاء الدولي محمد طارق. ومحمد طارق غني عن التعريف، دولي من عام 2023، طويل القامة 185 سنتيمتر، وزن 80، عمره 29، أول حكم أو أصغر حكم عراقي شاب قاد تصفيات آسيا للناشئين في تايلاند. يعني يتمتع بلياقة بدنية عالية وبمهارات عالية جدا، يتواجد دائما مع الحدث، بنية بدنية ممتازة لهذا الحكم. قاد 11 مباراة الموسم الماضي، 64 بطاقة صفراء، 8 حمراء، و4 ركلات جزاء. هذا هو الحكم محمد طارق أحمد، رحمه الله طارق أحمد. قاد مباراة واحدة الموسم الماضي زاخو أمام القرمة في الجولة 23، انتهت بتعادل الفريقين. عماد عيسى أمامنا بالصورة، عماد عيسى 8 مباريات الموسم الماضي، 12 كرة داخل شباكه، بينما علي كاظم قطفان 12 مباراة عانقت شباكه 13 كرة، وفي مباراتين شباكه نظيفة تنطلق 11 شوط المباراة الأول من لقاء زاخو على اليسار بزي الأحمر، غازي الشمال على اليمين بزي الأخضر. الكرة تلعب عند اللاعب بيسمارك سانشيز، تعود الكرة عند اللاعب ريباز رحيم، وسط الملعب عند اللاعب سوالي أوتارا، اللاعب الوافد من نفط الميسان اللي كنا نتعود نشوفه كلاعب قلب دفاع، اليوم دفاع كلاعب ارتكاز. هنا الكرة عند اللاعب ريباز رحيم، ريباز يلعب الكرة طويلة بالرأس مقطوعة من اللاعب شيفان جميل. يعني غيابات عن الفريقين بسبب عدم الجاهزة. زاخو أكام هاشم، أثير صالح، فابيو إبراهيم، نافند مسعود، وكرة خطيرة ترتد، وحميد حاجي، بينما يغيب عمر باسيرو وماثيو سوزا البرازيلي عن تشكيلة غازي الشمال. غازي الشمال في أول مباراة له بينما يلعب نادي زاخو المباراة رقم 574 إلى في تاريخ تواجده في الدوري العراقي، فاز 187 مباراة، يتعادل ب 198 مباراة، وخسر 188 مباراة، سجل 596 هدف، وعانقت شباكه 585 كرة. الآن هجمة لمصلحة نادي غازي الشمال، كرة ترتد تبعد إلى خارج الملعب من مصطفى سعدون. هذا مصطفى سعدون اللاعب المنتخب الوطني، لعب للشرطة، للجوية، للكهرباء، للحسين، للصناعات. الموسم الماضي 25 مباراة أساسي، مباراتين بديل، 4 بطاقات صفراء، سجل هدفين وعانقت شباكه، سجل هدفين وصنع 3، سجل هدفين ذهابا وإيابا في شباك نوروز.
ركنية ملعوبة ترتد من الدفاع، بالرأس اللعب من جديد، محاولة من لعب كرة وإلى عماد محسن حارس المرمى. بداية سريعة من الفريقين، نلعب بالدقيقة الثانية، وفي نفس الوقت الآن تجري مباراة ناديا ديالى والطلبة، وستعقب هاتين المباراتين مباراتين أخرتين، الزوراء مع الميناء عند 9 والقرمة مع الموصل عند 9 أيضا. وأمس النفط، يعني خلاصة يوم أمس، النفط يتغلب على الكرخ 2-0، نفط ميسان يعادل الجولان بدون أهداف، نوروز يعادل الجوية ب3 أهداف، واحدا حسمت، 2 بالتعادل، وعدد الأهداف 8 في مباريات يوم أمس. أشهر الحكام بطاقتين حمراء و8 بطاقات صفراء، أو 17 بطاقة صفراء، 8 بطاقات صفراء كانت الأكثر في مباراة نفط ميسان والجولان. هذا هو مدرب نادي زاخو. لورا بانيد، هو لورا يلفظ بالفرنسي، وأول مدرب فرنسي في تاريخ دورينا يقود نادي زاخو. طبعا بالمناسبة يعني هناك 10 مدربين غير محليين قادوا نادي زاخو، 5 عرب و5 أجانب، منهم 4 رومان. كرة وسط الملعب، تلعب الكرة من شيروان كردستان، ترتد وسط الملعب، تذهب الكرة لهارون، هارون يلعب الكرة بينية إلى إليو آدم، ثالث مواسمه مع فريق زاخو، تعود الكرة من محمد غالب، تذهب الكرة إلى شيفان جميل، وسط الملعب إليو آدم، إلى الجانب مصطفى سعدون، عالية الكرة، محاولة، كرة عند اللاعب إيفان، هذا هو اللاعب الأوغندي، وكرة عرضية من مصطفى بعد من الحارس علي كاظم، ترتد الكرة إلى الجهة البعيدة، طويلة الكرة بالرأس مقطوعة، محمد غالب لاعب الميناء ولاعب منتخبنا الأولمبي، كرة عادت إلى شيفان جميل، شيفان واحد من اللاعبين اللي تسلسلوا من الفئات العمرية 27 عام، مصطفى سعدون، إيفان، كرة مقطوعة وسط الملعب، سواليو، أوتارا يلعب كرة طويلة إلى الجانب، ملعوبة الكرة، هجمة الآن، ومحمد اللاعب أورينيو كان قريب من اللاعب عبد الرحمن محمد، واحد من اللاعبين الشباب اللي جددوا مع الفريق، كرة وسط الملعب، سواليو أوتارا يحاول، تبعد الكرة، كرة عند اللاعب رضا، تعود الكرة إلى إيفان، عادت إلى مصطفى سعدون، مصطفى يلعب كرة طويلة أقرب إلى المدافع رباط يبعدها، تعود الكرة من جديد إلى إيفان، ومقطوع الكرة من اللاعب عبد المهيمن عبد الله، جدد مع الفريق، كرة عادت، شيروان كردستان، عادت الكرة من جديد، محاولة مرة أخرى، إيفان يحاول، كرة خطيرة، شيرزود تيميروف هداف الموسم الماضي برصيد 28 هدف، قادم من أربيل في واحدة من الصفقات المميزة، يعني واضح هذا الموسم بصفقات مميزة من قبل الأندية الشمالية. كرة وسط الملعب، مرت الكرة عند اللاعب شيروان كردستان، وخطأ وركلة حرة لمصلحة نادي غازي الشمال. هذا هو شيروان كردستان القادم من الحدود، مثل نوروز، مثل أربيل. كرة عادت إلى شيروان، تذهب الكرة إلى جوزيف، شيروان، تبعد الكرة من إليو آدم، وسط الملعب، هناك خطأ لمصلحة نادي زاخو، نلعب بالدقيقة 7 من عمر المباراة، هذا هو إليو آدم، حكم اللقاء الدولي محمد طارق، أول مباراة إلى هذا الموسم، ويبدو خطأ ضد اللاعب شيروان كردستان. ركلة حرة لمصلحة زاخو. بالمناسبة زاخو في 3 مواسم لدوري نجوم العراق، 23 24 24 25 25 26 لم يلعب مباراة افتتاحية على أرضه، لعب 3 مباريات افتتاحية خارج أرضه، لعب 3 مباريات افتتاحية خارج أرضه، خسر من القوة الجوية 2-1،
عاد للطلبة بدون أهداف، والموسم الماضي الافتتاحية مع الطلبة خسرها بهدف واحد. كرة اللعب، تشتت الكرة من بيسمارك سانشيز اللاعب الإكوادوري، بالرأس مقطوعة من مصطفى، هناك خطأ. طبعا أيضا عندنا رأفت محمد، هذا هو المدرب السوري، يعني العديد من المدربين، نزار محروس، حسام السيد، وفجر إبراهيم، أيمن الحكيم، قادوا أندية في دورينا. كرة بالمنتصف، تلعب قصيرة مقطوعة، أمجد يلعبها، إيفان يستقبلها، إيفان، كرة عادت إليو آدم، إيفان يحاول من جديد، مراقبة لسيقة، تضييق مساحات واضح من لاعبي غازي الشمال، كرة عالية من هارون، بالرأس من شيرزو، وأقرب لعلي كاظم، شتت الكرة، كرة عادت إلى شيفان جميل. يعني المباراة الأولى دائما كما صرح المدربان لها خصوصيتها، وحتى تمركز اللاعبين، التشكيلة الأساسية قد لا تتوفر في الجولة الأولى، ربما تجري تغييرات عديدة في الجولة الثانية. غيابات واضحة للفريقين، أكام اللي منح جائزة قبل قليل من إدارة زاخو، وأمجد عطوان، بالسلامة لأمجد. أمجد عطوان 27 مباراة أساسي، 6 بديل العام الماضي، 6 بطاقات صفراء، 10 أهداف، صنع 7 فرص. لاعب مميز في تشكيلة نادي زاخو. مهدي، وما أدراك ما مهدي كريم، مشرف الفريق، مشرف فريق زاخو، استعان بنادي زاخو ولما يمتلكه هذا اللاعب الدولي الخلوق من إمكانية وقدرة في الإشراف على الفريق. أورينيو، عالية ملعوبة الكرة، ارتدت، لم يلعبها، كان متوقع أن يلعبها عالية، الكرة لعبت قصيرة، ترتد إلى رمية جانبية لمصلحة نادي زاخو. الندية حاضرة، ودورينا ينطلق بنسخته الرابعة بمسماه الجديد دوري نجوم العراق، وكل الأمنيات أن نحظى بمنافسة مميزة تتمتع بالإثارة والندية. كرة مرت، صادق، مصطفى سعدون، إليو آدم، شيفان. 10 دقائق من عمر المباراة، تعادل سلبي واضح، أرضية الملعب ليس بالأرضية المثالية، لكن هناك جمهور مثالي على مدرجات الملعب. وأمجد، والكرة ترتد، محاولة عمر عبد الرحمن محمد، كرة وسط الملعب تذهب إلى شيروان، شيروان يحاول يمر، ضاغط عليه إليو آدم، كرة تعود سواليو أوتارا، كرة ترتد إلى عبد المهيمن، وهناك خطأ لمصلحة نادي غازي الشمال، خطأ لمصلحة نادي غازي الشمال. سواليو أوتارا اللاعب الإيفواري، لعب للقادسية، لنجران السعوديان، للوحدة، للفيحاء، للهلال السوداني، لعب مع نفط ميسان، شاهدناه كقلب دفاع، اليوم يزيج به المدرب السوري رأفت محمد كلاعب ارتكاز. ركلة حرة لمصلحة غازي الشمال. ركلة حرة الآن. موسمنا الماضي 380 مباراة، 280 مباراة حسمت، 98 بالتعادل، سجل خلالها 932 هدف، 443 بالمرحلة الأولى و489 بالمرحلة الثانية، ومنح الحكام 170 ركلة جزاء. كرة إلى شيروان، عادت الكرة إلى ريباز رحيم، ترتد الكرة،
محاولة إلى ميبولي، اللعب سريع الكرة، هجم الآن، عرضية ملعوبة بالرأس تبعد من اللاعب مجتبى علي لاعب الوافد من الميناء. كرة وسط الملعب، عادت إلى مصطفى سعدون. مصطفى تغيير لعب إلى شيرزاد، عادت إلى أورينيو. هارون ميبولي لعب الكرة بالرأس مقطوعة من ريباز، عادت من شيروان، أبرز اللاعبين لحد الآن في تشكيلة الفريق. كرة وسط الملعب تعود من جديد من مصطفى إلى إيفان أهيم بيسيبوي، وكرة بالمنتصف تبعد من دفاعات فريق غازي الشمال. سواليو حاول أوتارا، تعود إلى إيفان، ممكن يسدد وسهلة إلى علي كاظم. علي كاظم حارس المرمى، 13 دقيقة من عمر اللقاء، التعادل السلبي قائم في لقاء زاكو والوافد الجديد غازي الشمال. 3 أندية وافدة بالصدفة انه الأندية الثلاثة الوافدة هذا الموسم كربلاء، الجولان وغازي الشمال ترتدي الزي الأخضر. كرة من شيميروف، عادت وسط الملعب، هارون أحمد، شيرزاد تيميروف، ميبولي مرة أخرى حلوة إلى مصطفى سعدون، قصيرة وتبعد من ريباز، وبعدت من ريباز رحيم إلى ركنية أولى في المباراة لفريق نادي زاخو. هذا مصطفى سعدون اللي توغل، وهي للاعب سيفو ميبولي. كرة جميلة، إديلسون ورينيو على التنفيذ. 4 أهداف في الموسم الماضي وصنع 4 فرص ثمينة، لعب 26 مباراة أساسي 2 بديل، وطرد مرتين أمام النجف والكرم. كرة ملعوبة عالية، رضا فاضل وافد من النجف، لعب للنفط أيضا. كرة وسط الملعب تلعب إلى عبد الرحمن محمد، عبد الرحمن ينطلق من الجهة البعيدة، عبد الرحمن يحاول يتأخر. كرة وسط الملعب، سواليو تذهب الكرة، جوزيف تنقطع، جوزيف إيسو مرة أخرى، جوزيف وترتد الكرة تذهب إلى هارون يلعب الكرة، تعود الكرة من جديد إلى إيفان يحاول، إيفان يلعب الكرة طويلة إلى الجهة البعيدة، طالت إلى رمية جانبية لمصلحة غازي الشمال. ربع ساعة بالتمام والتعادل السلبي قائم ما بين غازي الشمال، وهذه توجيهات من رأفت محمد المدرب السوري الثاني هذا الموسم في دورينا مع أيمن الحكيم. كرة إلى رضا، بيسمارك يلعب، مرت إلى خارج الملعب، مصطفى سعدو، إيفان، شيروان كردستان، عادت إلى عماد عيسى، محمد غالب، هارون، مصطفى. أكثر لعب فريق نادي زاخو على جهة اليمين. هنا ريباز أبعد الكرة، أمجد، كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء، طالت على مجتبى علي وإلى حارس المرمى علي كاظم. عالية الكرة، جوزيف إيسو، شيفان، جوزيف إيسو، كرة ارتدت، كانت من زميل ومست اليد، مشى الحكم اللقاء. كرة إلى عبد الرحمن محمد،
تقطع من أورينيو. إليو آدم، إليو آدم، ميبولي، هارون، ريبازي يشتتها، كرة عادت إلى محمد غالب. شيفان جميل، ميبولي، سيفيو ميبولي، ميبولي يلعب الكرة إلى مصطفى سعدون، سريعة. شوف يعتمدون على الكرات الطويلة، تبعد من مجتبى علي، تعود إلى بيسمارك سانشيز، وطالت على شيرزو تيميروف. رضا فاضل أمامنا بالصورة، وكرة أبعدت من شيفان. محمد غالب، عبد الرحمن محمد، هجمة لغازي الشمال، أسود الشمال، أسود التأمين. طالت الكرة برا الملعب، رمية جانبية لمصلحة غازي الشمال. عبد المهيمن اللي يقود الفريق واللي جدد من اللاعبين المتبقين للموسم الحالي من الفريق السابق. كرة براس مقطوعة من جديد، محاولة رضا أو شيروان جوزيف قصيرة، تبعد الكرة من هارون. ميبولي، شوفوا ميبولي اللاعب الجنوب أفريقي، تعود مرة أخرى. إليو آدم، شوف هارون، شوف دائما أمجد مندفع إلى الأمام كمهاجم. ومجتبى علي، برافو مجتبى، أبعدها، ارتدت من جديد، كرة خلفية من عبد المهيمن. تيميروف، تبعد الكرة من عبد المهيمن، عادت الكرة إلى لمسة يد، خطأ لمصلحة فريق نادي زاخو، خطأ ضد اللاعب سوالي أوتارا، ركلة حرة لمصلحة نادي زاخو. هل سيفلح غازي الشمال بتحقيق نتيجة مثالية في هذه المواجهة أمام الفريق الكبير الذي يعد نفسه لهذا الموسم للمنافسة على المراكز الأولى؟ لمسة يد على جوزيف إيسو، اللاعب الغاني الوافد من نادي نجري سيمبلان الماليزي، لعب في الدوري الجزائري، هذا هو أول فرنسي. لورا بانين 57 عام، طبعا درب موناكو للرجال وللنساء. وكرة عند اللاعب مبولي، محاولة عبد الرحمن محمد، كرة خطيرة 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 خطيرة، برافو علي، وتتشتت من عبد المهيمن، شوف نادي فريق غازي الشمال يحاول في بعض الأحيان يعتمد على الهجمات العكسية المرتدة. محمد غالب، مصطفى سعدون، إليو آدم، هارون، محمد غالب، إليو آدم. 20 دقيقة، نلعب بالدقيقة 21، تعادل يفرض نفسه سلبيا في هذا اللقاء. إليو آدم، محمد غالب، تحضير بناء من الخلف في محاولة لسحب لاعبي غازي الشمال إلى الأمام. كرة تعود إلى هارون الوافد من دهوك، لعب لزاخو موسم 2021. عادت الكرة، طبعا موجود مسعود ميرالي يراقب هذا اللاعب لأنه هو مدربه اللي درب دهوك. كرة عادت إلى مصطفى يعيد الكرة، ذهبت إلى إليو آدم. هارون إلى أورينيو،
من الجهة البعيدة، لاعب مثابر سريع هداف. كرة عادت إلى تيميروف، إيفان اللي انتقل للجهة البعيدة، وخطأ لمصلحة الكرة تلعب. عبد المهيمن مرة أخرى، عبد المهيمن يلعب الكرة، رضا فاضل يحاول بينه وبين محمد غالب. حكم المباراة يشير للمواصلة. عادت الكرة لمصطفى سعدون، مصطفى يستحوذ على الكرة الآن. إليو آدم سريع على تيميروف، ترتد الكرة، محاولة من جديد بالرأس. أورينيو، هارون، محمد غالب. مباراة منتصف شوط المباراة الأول لم تشهد أي خطورة من الفريقين باستثناء كرة وحيدة لفريق زاخو داخل منطقة الجزاء ميبولي. إليو آدم، عادت الكرة لمحمد غالب، من جديد تعود إلى مصطفى سعدون. مصطفى يحاول يمر، ضاغط عليه شيروان كردستان، تعود إلى إيفان. إيفان يحاول يلعبها عالية، تعود الكرة من جديد إلى أورينيو، تذهب إلى ميبولي. ميبولي يبحث عن منفذ للتسديد، والكرة بالرأس مقطوعة من أوتارا، تعود مرة أخرى إلى لمسة يد. لمسة يد على علي ميركا، خطأ ضد علي ميركا. شوف علي ميركا، ولمسة يد من أمام سيفو ميبولي، سيفو بيرسفال ميبولي اللاعب الجنوب أفريقي. هذه الفرصة اللي ضاعت قبل قليل وأنقذها الحارس، توغل داخل منطقة الست ياردات، وضاعت الفرصة الوحيدة اللي كنت أتكلم عنها. إذا ركلة حرة الآن، لمسة يد. ذكر بعد هاتين المباراتين الآن ديالا مع الطلبة في نفس التوقيت، الزوراء مع الميناء، والقرمة مع الموصل في 9. غدا دهوك مع الغراف عند 6:30، أربيل مع الكهرباء في ملعب فرنسا وحرير عند 9، والشرطة يضيف كربلاء على ملعبه في 9:00. أمجد 10 أهداف الموسم الماضي. أمجد عطوان جدار صد من لاعبي غازي الشمال. أمجد في محاولة للتسجيل. أمجد كرة على بعد 30 ياردة تقريبا. أورينيو، الله، حلوة أبعدها علي كاظم قفطة. علي كاظم أبعد الكرة إلى ركنية لمصلحة نادي زاخو. هذا المدرب الفرنسي اللي درب في قطر ودرب في الإمارات. أورينيو على التنفيذ. أورينيو، إديلسون أكينو لقب أورينيو. عالية الكرة، تبعد بالرأس، تسديدة من بعيد برا الملعب من هارون أحمد إلى ركلة مرمى. شوف يعني واضح جدا الآن استراحة، كولينج بريك لشرب الماء، منتصف شوط المباراة، دقيقة 26. طبعا أجواء حارة، احنا نلعب في آب، وهارون أمامنا. طبعا زاخو أول مواسم 2002 2003 هبط 3 مرات، 2005 2006 2007 2008 2017 2018. أطول فترة بقاء 9 مواسم من 2009 إلى 2017 18، وأفضل ما حقق المركز الثالث موسم 2024 25. طبعا في دوري نجوم العراق، هذه الكرة اللي أبعتها علي، في دوري نجوم العراق في 3 مواسم، موسم 23 24 حل بالمركز الخامس برصيد 67 نقطة، موسم 24 25 بالمركز الثالث ب 71 نقطة، والموسم الماضي كان بالمركز التاسع ب 53 نقطة.
بينما غازي الشمال بالمركز الثاني ب 74 نقطة يحل ضيف هذا الموسم. بالسلامة لعلي كاظم، لعب للموصل وقادم من الموصل، لعب لنفط الوسط، لعب للجوية وأنقذ كرة خطيرة من أورينيو من ركلة ثابتة. لحد الآن سجل خلال مباريات يوم أمس 8 أهداف، سجل منها 6 بالقدم اليمين و2 بالقدم اليسار. 6 بالقدم اليمين و2 بالقدم اليسار. بطاقتين حمراء على سامي هين لاعب النفط ومروان حسين لاعب نوروز، و17 بطاقة صفراء. ركلتي جزاء، واحدة أهدرها للجولان يوسف فوزي أمام نفط ميسان، وإبراهيم غازي لاعب نوروز اللي سجل في شباك الجولان. إذا ركلة ركنية لمصلحة نادي زاخو. سنطبق التعديلات الجديدة على التغييرات وعلى إسقاط الكرة. 10 ثواني للتغيير والإيقاف دقيقة. ركنية لمصلحة نادي زاخو. إليو آدم، شيفان، ركنية الآن. ركلة مرمى، كرة مرت إلى الخارج، كانت من هارون. مجتبى يلعب كرة طويلة بالرأس من أورينيو، ميبولي، عبد المهيمن إلى عبد الرحمن محمد، الثنائي الشاب المتواجد مع غازي الشمال من الموسم الماضي. كرة ارتدت، تيميروف، تبعد الكرة من اللاعب علي ميركا. عادت الكرة أقرب إلى عماد عيسى. شيفان جميل، إليو آدم، أورينيو، شيفان، محمد غالب طرد الموسم الماضي أمام الشرطة، شارك في 6 مباريات أساسي 9 بديل، وأشرت بوجه 3 بطاقات صفراء. ميبولي، إليو آدم، مصطفى سعدون، نقل كرات بأقدام لاعبي زاخو. الكرة مرت إلى جانب إلى إيفان. محمد غالب. شوف أرضية الملعب أثر على أداء الفريقين. مع بداية الموسم كنا نتمنى أن نجد ملاعب متكاملة. عندنا العديد من الملاعب للأندية المشاركة، لا المدينة ولا الشعب ولا كربلاء متكاملة. حتى الكرخ الآن بتغيير أرضيته سيلعب المباراة الأولى على ملعب الزوراء، وسيلعب المباراة الثانية في ملعب الجولان. كرة مرت، إليو آدم يلعب كرة طويلة، تيميروف بالرأس مقطوعة من عبد المهيمن. عادت الكرة من عبد الرحمن، تذهب إلى هارون يسيطر على الكرة، لاعب هادئ مرن سريع. يلعب الكرة إلى أورينيو، يحاول يلعبها، ومجتبى علي أبعد الكرة. مجتبى علي شاهدناه تحت قيادة حسين عبد الواحد كظهير أيمن في تشكيلة المينا. عندنا هذا الموسم 11 مدربا غير محلي و9 مدربين محليين، لكن اللي بقوا بقيادة أندية من المدربين السابقين بالموسم الماضي اللي هم عادل النعمة بالنفط، مؤمن سليمان للقرمة، أيمن الحكيم للكرم، الموصل، حسن أحمد مع الكهرباء، علي السوريان مع الطلب، حسين عبد الواحد مع المينا. كرة تبعد، هناك خطأ لمصلحة نادي زاخو، لمصلحة نادي غازي الشمال. الحكم يشير. جمهور كبير اليوم، الأبواب مفتوحة مجانا. إدارة زاخو فتحت الأبواب مجانا للدخول لهذه المباراة. خطأ الآن لمصلحة نادي غازي الشمال، خطأ ضد أمجد عطوان. تلعب الكرة من المجتبى بالراس مقطوعة، محاولة أخرى.
الكرة من جديد، تنقطع. مصطفى يلعبها طويلة إلى تيميروف. كرة إلى هارون وخطرة وأقرب إلى حارس المرمى علي كاظم. برافو علي، خروج حاسم من علي كاظم. جيرجا تيميروف طويلة الكرة بالراس مقطوعة. شيروان سوالي أوتارا يلعبها إلى علي ميركا يلعبها إلى عبد الرحمن محمد من الجهة البعيدة. علي ميركا ورمية جانبية لمصلحة زاخو. علي ميركا واحد من اللاعبين الشباب. رمية جانبية، مورينيو على التنفيذ، حكم المباراة. شيفان يبدو متعرض للإصابة. بالسلامة إن شاء الله. يعني طالما وجود دم، لاعب خارج الملعب تستأنف المباراة، يجب أن يخرج للعلاج. أورينيو على التنفيذ، يلعب الكرة عبد المهيمن، لازم الوثيقة لأمجد، ترتد من أوتارا. هناك خطأ لمصلحة زاخو، خطأ لمصلحة نادي زاخو الآن. ميبولي، هارون، سيفيو ميبولي، هارون أحمد، طبعا إيفان مرة أخرى. إيفان بينية خطيرة وكرة أبعدت من اللاعب ريباز إلى خارج ملعب. رمية جانبية. المدرب السوري رأفت، توجيهات مستمرة. المدرب السوري الأولمبي، العهد اللبناني، الفيصلي، الأردني، الوحدة. مصطفى سعدون، إيفان، هارون، عادت إلى رمية جانبية أخرى لمصلحة نادي غازي الشمال. ريباز الرحيم على التنفيذ. كرة عادل، مجتبى، إيفان، تيميروف، وضاعت على هارون. كرة تعود إلى علي ميركا، تذهب إلى زيبا أو ريباز وإليو آدم. كرة مرت إلى الخط. مصطفى الآن تبعد الكرة من قبل مجتبى علي. عبد الرحمن محمد، كرة إلى رضا فاضل. رضا يحاول، ضاعت على رضا. محمد غالب، شتتها محمد بالراس من ريباز. عادت الكرة إلى عبد الرحمن محمد. جوزيف إيسو، كرة إلى علي ميركا، يحاول. شيروان، كردستان، شيروان عالية، المن ترتد، يبعثها أمجد عطوان. كرة عادت من ريباز، تذهب إلى شيروان، عادت إلى ريباز يحاول. برافو يا ريباز، حركة لعب جميلة، لكن طالت على علي ميركا إلى ركلة مرمى لمصلحة زاخو. 9 دقائق تفصلنا أو أقل على الوقت الرسمي لشوط المباراة الأول ما بين زاخو وضيفه غازي الشمال الوافد الجديد. التعادل السلبي يخيم على أجواء هذا اللقاء. كرة لمحمد غالب،
هارون أحمد، مصطفى سعدون، مرت الكرة إلى محمد غالب، إليو آدم من الجهة البعيدة، سيلفيو ميبولي، مورينيو، ميبولي، ومرت إلى ركلة مرمى لمصلحتها. أجواء حارة والتعب واضح، إرهاق واضح على محيا اللاعبين. شوف أرضية الملعب تشكل صعوبة على أداء الفريقين. كرة اللعب، مرت الكرة لإليو آدم، إليو آدم يلعب الكرة لهارون أحمد، هارون إلى مصطفى سعدون، يندفع مصطفى سعدون، ممكن يحول مصطفى سعدون، كرة عالية خطيرة بالرأس تبعد من عبد المهيمن، عبد الرحمن محمد، أوتارا يلعبها إلى رضا فاضل، رضا مراقب، شيفان، ودفع واضح من شيفان جميل، وركلة حرة لمصلحة غازي الشمال. ركلة حرة لمصلحة غازي الشمال. لحد الآن غازي الشمال بعد مرور 38 دقيقة صامد أمام نادي زاخو، واحد من الأندية اللي متوقع لها مع التعاقدات أن يكون في المقدمة هذا الموسم. كرة من أورينيو، بيسمارك، سانشيز، شيروان، يا سلام شيروان مرة أخرى يحاول، وكرة ترتطم بشيروان وتذهب إلى ركلة. كرة توعد من محمد غالب وترتطم بشيروان. بالسلامة لشيروان كردستان، بالسلامة لشيروان كردستان. الجولة الثانية ستنطلق أيضا يوم الجمعة القادم، وبلقاء نفط ميسان مع النفط، بينما غازي الشمال سيواجه الكهرباء والميناء سيضيف زاخو. نهز شيروان، ريباز على التنفيذ، شيروان إلى ريباز، ضاغط عليه إيفان، ورمية جانبية لمصلحة زاخو، رمية جانبية لمصلحة زاخو. مصطفى سعدون على التنفيذ، هذه بالإعادة. جمهور كبير في ملعب المباراة يآزر فريقه. زاخو عليه أن يستغل ويستفيد من عاملي الأرض والجمهور. مثل ما ذكرت أول مرة في دوري النجوم العراق يلعب على أرض مباراة الافتتاح. كرة تركز، خطأ لمصلحة نادي زاخو. شيرزو تيميروف، مراقبة لسيكا مجتبى علي. كرة اللاعب بيسمارك سانشيز، تلعب الكرة من بيسمارك. مورينيو ضغط عليه عبد الرحمن محمد، أوتارا إلى خارج الملعب، هذا عبد الرحمن محمد. ضربة هناك خطأ لمصلحة زاخو.
كرة عند اللاعب هارون أحمد. شيفان جميل. إليو آدم. إليو يستحوذ على الكرة الآن، يحاول يمر. إليو يعيد الكرة إلى شيفان جميل. ميبولي. سيمو ميبولي. شيفان يلعب الكرة إلى هارون. هارون. إيفان. مصطفى سعدون. عادت الكرة لمحمد غالب. وسط الملعب لأورينيو. طويل الكرة. بدون قطع من ريباس، وهناك قطع لمصلحة نادي غازي الشمال. دروع 20 جددوا له 11 واستخدم 7 اجانب و11 لاعبا. كرة عند علي. بيس مارك. علي كاظم. عبد الرحمن. رضا. تبعد من محمد غالب. إليو آدم. هارون. هارون برافو يا هارون. إليو إلى ميبولي. ترتد وهناك خطأ لمصلحة الزاوية. أبناء الخابور في محاولة للخروج بنتيجة إيجابية على أرضهم. دقيقة ونصف على الوقت الرسمي لشوط المباراة الأول، والتعادل السلبي يخيم على أجواء شوط المباراة الأول ما بين زاخة وضيفه الوافد الجديد غازي الشمال. إليو آدم. سيفو ميبولي. عادت الكرة. شيفان أحمد أو شيفان جميل. إليو آدم. مصطفى سعدون. هارون. علي ميركا. تبعد الكرة من بيس مارك. سانشيز. ترتد من محمد غالب. محاولة من عبد الرحمن عمر. أورينيو. برافو. أفضل اللاعبين وأكثر اللاعبين بذل جهد ريباز رحيم. ريباز رحيم مع الشيروان كردستان، أفضل ثنائي في تشكيلة غازي الشمال. ركلة حرة لمصلحة نادي غازي الشمال. نصف دقيقة على الوقت الرسمي، ممكن نشاهد 3 دقائق لا أكثر. دفع من شيرزوف تيميروف. ركلة حرة لمصلحة غازي الشمال. كرة ملعوبة من جديد. مشتبه. إليو آدم. أورينيو من الجهة البعيدة. شيفان جميل. محمد غالب. دقيقتان وقت محتسب بدل ضايع. إيفان. جوزيف. إيسو. ترتد الكرة إلى أورينيو. أورينيو يبحث عن منفذ للتسديد. عادت إلى شيفان جميل. رغم امتلاك الكرة أكثر لفريق زاخو، لكن المباراة لم تعطي ما كنا نتوقع. مباراة رتيبة لحد الآن، لم تشهد أي خطورة على المرميين. كرة إلى خارج الملعب. يبدو ما خرجت. حصلها أورينيو. تيميروف. عرضية عالية. إيفان بالرأس. مرة أخرى محاولة. كرة تبعد. علي ميركا. وخطأ لمصلحة نادي غازي الشمال. ركلة حرة لمصلحة غازي الشمال. علي ميركا يشكو من إصابة. ركلة حرة لمصلحة غازي الشمال. بيسمارك سانشيز. عالية الكرة.
عبد الرحمن عمر، رضا فاضل، اورينيو يشتت الكرة عالية، علي ميركا، شيروان، ليباز، شيروان كردستان، خلص من اللاعب الثاني، يمر محاولة كرة خطيرة، يبحث عن اسناد، كرة طالت تنقطع، يبعثها مصطفى سعدون، وصافرة حكم اللقاء الدولي محمد طارق أحمد تعلن نهاية أحداث شوط المباراة الأول بتعادل زاخو مع ضيفه غازي الشمال بدون أهداف. شوط لم يكن ممتعا ولا مقنعا، نتمنى أن نشاهد شوط ثاني أفضل. نذهب لاستراحة قصيرة على أمل أن يتجدد اللقاء معكم وأحداث شوط المباراة الثاني.